النقيب هشام صالح متحدث باسم نادي ضباط شرطة سابقا. هشام بيه، تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك والحمد لله على السلامه وتحياتي الو سياده اللواء فاروق واللواء محمد نور الدين. تحياتي لاحمد محمد بيه وفاروق بيه طبعا اساتذتي العظام. انا بس مش عايز اطول على وقت حضرتك، بس كنت سمعت حضرتك بتقول من شويه ان الشرطه ما نزلتش بكامل طاقتها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى يا استاذ احمد صغيره، وطبعا محمد بيه وفاروق بيه يؤيدوني في الكلام ده. اقسم لك ان لو وزاره الداخليه اطلقت العنان لصغار ضباط الشرطه ومتوسط الرتب منها لا يقضوا على الاخوان تماما من على وجه الارض، وانا اعي تماما الكلام اللي انا بقوله لك. ولكن طبعا القياده بتشوف طبعا نوع من انواع الحكمه او تحجيم لينا او للضباط اللي موجوده في الشارع، نظرا لان الغل اللي موجود جوه الضباط من جرائم الاخوان على مدار ال 80 سنه اللي فاتوا، وفي اخر 3 سنين كمان ال 640 شهيد دول عمرهم ما يتنسوا، ولا ال 12000 مصاب من وزاره الداخليه ابدا. فانا بأجزم لك ان لو بركان الغضب اللي جوه الضباط الصغار ده طلع، الاخوان هيتمحوا من على وجه الارض. انا عايزه يطلع بصراحه، وانا قاعد الكلام ده انا مستفز انه ما طلعش ليه دلوقتي. ما انا بقول لحضرتك هو طبعا يعني بيحصل تحجيم، وتحجيم طبعا يعني او قياده حكيمه بتشوف حاجه معينه طبعا تحترم، ولكن انا بوصف لك الحاله اللي بتبقى موجوده جوه، تمام؟ علشان انا اقول ان جهاز الشرطه المصري النهارده الصراحه قدم ملحمه. وانا بقول لك لو اطلق العنان لصغار الضباط هيعملوا الكلام ده، بحييك الاخوان من على بحييك